ما انت حرم عليك لا تدخل تختبر. 7 سنين وانت عندي جالس بتختبر. 7 قد انت مدير، انت هو المدير المدرسه هذه، ما هذه معش قرايه حتى. قل ما شاء الله لا تمرعني. ما شاء الله عشر له الجن. اسمعني انا شوف، انا دخلت ثالث ثانوي اصلا، دخلت ثالث ثانوي ما دخلت الدريس، انا دخلت نسبه. ها فقول زواجه. ايوه زواج. لا تروح. سهل انت زابل مني، خلي اولاد يدخلوا. ايوه دخلنا احنا ندخل. ارجع الزواج. لا حول ولا، خلي هذا جديد، هذا جديد، لا تعقدش من الدراسه، لا تعقدش. هي في صف كم هو؟ ثالث ثانوي. ثالث ثانوي. سلم اعتبر عين لا أبرى لك الله ذمه. وانت 7 سنين وانت في ثالث ثانوي، كان اعتبر عين كيفه؟ يا اخي انا دخلت زواجه. دخلت زواجه؟ ايوه خليه يدخل يمن اللقانه الحين. قرايه اجي قرايه خلاص. شو تلزمت خلينا خلاص يا اخي اسمع خلاص يا اخي كما قلت انا يسلج من هو هذا يسلج؟ الهدوء يا طلاب، الهدوء. خلاص دحين وقت الاختبار، خذ منهم الكتب يلا دخل. على ابو نعم. على اول ارجع ولا ما دخلت. هيا انا الاول. الاول الكسوف اتسمت انا. الكسوف على واحد. الكسوف. ايوه الكسوف. ايوه طالب السكون. هذا هو توفير البالغ. توفير البالغ. ايوه. وانت عسي. وانا رحت ادخل. وانت تكمل ادخل قدو ذا الخبر ادخل. 7 سنين وانت بتختبر. 7 سنين قلبك الله لا روحك. من ذاكرت؟ ليه؟ بيني وبينك انا مش شبه ثمانية. ماشي تفرزت. بدون حشمي. المهم ما فيها معك تنزل. ثالث ثانوي، هذا ثانوي حقنا. ما عاد الساعة ما نادت معي عيال مني. ما سميتم؟ ايوه ما سميتم؟ على اسامي المواد. على غيري. قال لك يا حرام عليك يا عوض، لك سنين في ثالث ثانوي ولا قدرت تفهم شيء، المفروض انك فاهم المنهج وشارب الشرب. انا عايز عنه عصير، شارب للشرب، شارب للشرب. والله انا ما دخلك انت وهو. اجلس في ثالث ثانوي كم بس عاد انا قاعد اخرجكم على واحد وابسط على ثالث. ما دخلكم. خلاص. انتوا بتمشوا على منهج معانا. معقد سحر. انا خايف اجلس اقراه، خيرت لو ما جنان ولا يقرح لي فيه. انت داري انه المنهج هذا، تخيل حق الابتدائي ما يفهمش الذي بيدرس في الجامعه، الذي بيدرس في الجامعه ما يفهمش حق الابتدائي. اما هذا كلامك الصدق فيه حق. لو تبصر كم الجسب ابحث في النت واستعن ب20 صديق على اساس اشرح درس واحد لاخوتي في صف رابع وخامس ابتدائي. يعني نص الاسئله ما لهمش حل في الكتاب نفسه. تجلس تدور لو ما تشبع مالش. يعني باختصار المنهج حقنا يساعد على ايش نفعل؟ ضروري ان احنا ننجح، نشتي نخلص من هذا المدرسه. ما نفعل جمعيه واشترينا حق. دحين ايش نفعل؟ ضروري نتخلص، ضروري نشتي ننجح. معك براجي؟ ما البراجي ما تقلقش موجوده. يعني عاد مولني اعرف امور بابوجي. الله المستعان. خلاص تقلقوا من هذا الشيء، البراجي موجوده. هذا شيء طبيعي. الله الثلاثة جالسين جنب عرسان مسرور وياسين على الواصل. خلق شاكل ولا نفس ولا حركة. أستاذ مطلوب. نعم. أتطلب الله؟ نعم. وزع دفاتر الامتحان. حاضر وانت تؤمر. وأنا أوزع ورق الاختبار. وانا اوزع فوقات. لا تحكى. احترم نفسك أنت وياه، أنت في صرح علمي. قم للمعلم. أنا قلت قيام. اجلس. أنا قلت قم للمعلم. اجلس.
قم للمعلم وفي التبجيلات. يا بني آدم هذا شعر. أحسنت يا أستاذ مطلوب. شكرا. الله يفتح عليك ويدي رزقك. آمين. أي كتاب، أي دفتر، أي شيء يتعلق بمادة الامتحان تخرج لها أنا على طول. ما فيش ولا شيء؟ ما فيش؟ بس لون حاري. خلاص هدوء. ولا نفس. ايش بتبتسم؟ تضحك؟ في حاجة تضحك؟ في حاجة تضحك؟ كل واحد مكانه. كل واحد يجعل نظره في ورقته. ماشي حد يسلم ورقتها الآن. هذا خطك يا أبي؟ خطي. أيوة خطي. تضحك أنا يا أبي؟ هذا اختبار. ايوه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شباب فاهمين ومتعلمين. هدوء. أنت ما احنا بدحنا هذه. ما عندك دقدقوا عظامك. هات يا سيد. هات. يا سيد. الله الله الله. هدوء. يعني هذا الفارس حق البراشيم صح؟ يعني باقي براشيم ما عاد تقدر تطلعهن الا عبر هذا المخطط صح؟ طيب نقرأ. الفصل الأول في جيب الشميز الأيمن. طلع. ما بشيء من يا فوق. ما بشيء من. الله. هدوء. الضحكة الضحكة قرعتها من شنب يا حالي انت وياه. كل واحد على ورقته. اسكتوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الفصل الثاني. هدوء. ولا كلمة. في جيب البنطلون الأيسر. الأيسر صح. أوريك. هدوء. بتضحكوا؟ أنا جاي الدور عليكم يا حبايب. ما شاء الله ما شاء الله. الفصل الثالث في جيب الشميز الخلفي. يا أستاذ مش أنا سوداني ما لك في الشميز الخلفي. الفصل الرابع في جيب البنطلون الأيمن. ما شاء الله عليك مؤدب واثق من نفسك. أنت الذي أتخدم الوطن بمعنى الكلمة صح؟ طيب يا ابني ليش تتعب نفسك يا حبيبي وتعبي جيوبك براشيم؟ كان حتذاكر وتبطل السمرة وتبطل النت والأنترة والمباراة وتجي وأنت ذكي فاهم؟
يا أستاذ مش أنت إيش هو الموضوع؟ يا أستاذ صدقني إن أنا ذاكرت لو ما افتضرت من كثر المذاكرة، بس يا أستاذ ظروف. أولها إنه يعني المنهج نفسه معقد ويعني سحر ما هوش منهج. والثانية حاجة يا أستاذ والله العظيم المدرس نفسه ما هوش تخصصه، المدرس اللي بيدرسنا المادة ده. وثالث حاجة الفصل زحمة أما قدم ساعة الحمام قدم للتخريب. ايش من زحمه؟ راكبين باص. يا أستاذ الموضوع أكبر مما تتخيل يعني. عذر اقبح من ذنب. لو انك ذاكرت ما بهذا الاسباب كلها يا فاشل. بس يا أستاذ أنا تصدقين أنا ذاكرت بس يعني أنت لو ما بتجيب البهرار هذا والقزاز والقشاع النخر بيضير هنا المعلومات عشان. يا حبيبي عاد انا بشتت شملك وبضيع مستقبلك. قل لي كيف؟ بدبس كل البراشيم هذه على ورقة الامتحان وبعمل لك محضر غش يسمعوا بأمة الصلاة، يسمع بها القاصي والداني، فهمت؟ يا أستاذ الله يرضى عليك ماشي. أنا في دارك، حرام عليك يا أستاذ، حرام عليك. هذه غنية حرام عليك. أصلا أنا كنت فنان بس ودفت وجيت لعندك. يا سلام. أنا في دارك يا أستاذ، يا أستاذ ارحمني. أنا في دارك. خلاص اجلس مكانك، أنا برحمك وما بدبس البراشم على ورقة الامتحان. الله يرضى. تمام؟ وما عاد أفعلش محضر غش، بس لازم أخذ ورقة الامتحان. أنا خلاص يا أستاذ ماشي. أنا في دارك. أنا في دارك يا أستاذ. انت يا استاذ تجي انقذنا من هذا، كملنا فجايع كملنا هدايم، هذا اكل ارواحنا هذا من حنقه. يا ابني هدا نعرف المشكله. ما حصل يا استاذ، ما حصل. اللي حصل انه هذا المراقب جاو مع براجيم يشتي في عين لنا. براجيم؟ ايوه. ما شاء. يا مدير هذا الطالب كذاب. انا كذاب يا استاذ. شوف لا يعني فتشي عند تلقى البراشيم في جيبه. يا ابني عيب فتش الاستاذ، كيف تقول فتش الاستاذ؟ خليه يوريك. يا ابني ما يصلحش فتش مدرس، عيب. الاستاذ ثقه. استاذ ايش عندك براشيم؟ يا مدير هذه البراشيم حق الطالب كانت في جيبه. تفضل. في جيب الطالب ولا في جيبك يا استاذ؟ يا مدير لحظة، لا تتسرع. اسأل الطلاب. ما رأيكم يا أبنائي؟ حق من البراشيم؟ حق الطالب ولا الأستاذ؟ الأستاذ. هيا ما رأيك أستاذ؟ كيف أسوي معك؟ كيف أعاقبك؟ حرام عليكم ايش عملت بكم؟ خلاص يا شباب أنت محول للتحقيق. اسمح لي يا مدير، أنا معي الدليل القاطع على أن هؤلاء كلهم كذابين. كيف ما هو الدليل؟ شوف الكتابة الذي في البراشيم وقارنها مع كتابة الطالب على ورقة الامتحان وأنت عاد شوف. الخط مختلف. المراقب وتف. كيف وتف؟ اصلا الذي كتب البرشام اخي الزوج. ما شاء الله. اخوك الصغير كتب البرشام. هيا والله ما وتفت الا انت. ها؟